بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك البلاميطة او الماكريل، صينية بطريقة حلوة جدا جدا. يا رب يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه، ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا نضفت السمك زي ما انتم شايفين كده، وبعدين ابدأ اعمل له فتحات كده بالشكل ده. دلوقتي انا عندي هنا الخلطة ديت عبارة عن توم وفلفل وخضرة وكزبرة وكمون وخل وليمون. هنبدأ بقى الخلطة دي هنعمل بيها السمك كله في قلبه كده. السمكة تتشرب من الخلطة كلها. دلوقتي بعد ما لفتهم كلهم بالخلطة ديت، هنبدأ بقى هنا عندي انا مخرطة توم وعندي طماطم وخضرة وبصل. هبدأ بقى احط عليهم شوية ملح وكمون وكزبرة ناشفة وكمون وبابريكا. دلوقتي بقى هقلب الخلطة دي كلها على بعض، بصل على طماطم على خضرة على توم. نبدأ بقى كده نقلبهم كلهم على بعض. هنحشي بقى بيها الخلطة بتاعتنا دي، هنحشي كل واحد كده شوية. عندي هنا بقى الصينية اللي انا هشتغل فيها. انا اشتغلت في طاجن بوتاجاز، هحط عليه ورق ألمونيا واحط عليه زيت كده عشان السمك ما يلزقش، او الحاجة اللي احطها على الورق الألمونيا ما تلزقش. احط زيت وبعد كده ابدأ عايزة احط بصل وبطاطس وطماطم. طبعا مقطعها رفيع عشان تستوى. حطيت بصل وطماطم وبطاطس كده فرشة في الأرضية، وهحط عليهم خلطة من اللي انا عملتها للسمك. هبدأ بقى ارص السمك. هبدأ بقى احط بقية الخلطة دي عليه. دلوقتي بقى عشان نديها لون كده حلو هحط عليها صلصة كده، هتديها لون احمر حلو عند التقديم. وبعدين احط لها الزيت. لو عندك شرايح ليمون بقى حطيها فوقيها في الوقت ده. دلوقتي بقى نحط زيت. طبعا انا حطيت نص كوبايه ميه بس كده تحت، علشان خاطر ايه البطاطس تستوي بيها. بس كده بقى هحطها في الفرن في الرف اللي في النص على درجه حراره عاليه، اعلى حاجه عندك. وبعدين اول ما ياخد لون من فوق كده، السمك ما بياخدش وقت كتير هيبقى استوى. تتاكدي من السمكيه ان هي ما فيهاش دم، وبعد كده ايه تطلعيها. لو حسيتي ان البطاطس هتعوز شويه ميه حطي لها شويه ميه زياده. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين طالعه ريحتها طالعه تحفه جدا جدا، وشكلها حلو جدا جدا. معلقه الصلصه اللي حطيناها فوق ديت عطتها لون احمر وجميل. ودلوقتي بقى هنبدا نقدمها مع الرز الصياديه. ايه رايكم في الشكل؟ حلو جدا جدا. يا رب يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه. ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.